الناس طول اليوم تقول لك الريتش عندي واقع، انا هشتري ريتش عشان اظبط الاكونت ده، انا هنزل بوست الساعه 7 25 دقيقه و3 ثواني بتوقيت دبي علشان في الوقت ده الريتش بيبقى كويس. حتى في الخناقات بيقول لك يا عم هو انت جاي في ريتش؟ بس في حد فيهم وقف وقال يعني ايه ريتش اصلا ومين اللي المفروض يهتم بيه؟ تعال بقى افهمك الموضوع. الريتش هو مترك مهم جدا بتستخدمه كل المنصات علشان تقيس عدد الناس المختلفين اللي المحتوى بتاعك ظهر قدامهم. يعني لو انت عندك ريتش 10000 ده معناه ان في 10000 شخص محتواك عدى قدامهم. بس خد بالك بقى لان هي دي التراك، ده بقى مش معناه ان هم شافوك فعلا او اهتموا بيك، انت ممكن اصلا تبقى مجرد صوره عدت وسط سكرول عادي جدا. ايه ده معقول؟ معقول وطبيعي جدا. تعال افهمك ليه. الريتش اصلا بيتحسب حتى لو الفيديو كان شغال اوتو بلاي ومحدش ضغط عليه اصلا. يعني انت ممكن تفرح بالرقم وتروح تبيعه للعميل على اساس ان انت بتجيب ريتش عالي جدا، بس في حقيقه الامر الرقم ده ما بيساويش اي حاجه لو ما فيش حد وقف وشافك بجد وعمل انتراكشن على الفيديو بتاعك. ودي بقى الغلطه اللي بيقع فيها اغلب الانفلونسر والكونتنت كريتور مع العملاء بتوعهم. يروح يبيع نفسه للعميل ويقول له انا عندي 20 مليون ريتش على الاكونت، والعميل يوافق ويشتغل معاه ويتفاجئ العميل ما باعش اي حاجه، لانه ببساطه العميل مش بيشتري منك ريتش، العميل بيشتري منك احتماليه شراء، كونفرجن، وده اساسا اللي بيبني عليه البيزنس بتاعه، ومقابل ده هو بيدفع لك الفلوس. فخد بالك كويس جدا من المترك دي. وده مش معناه على فكره ان الريتش ملوش لازمه، ليه لازمه ولازمه كبيره جدا جدا كمان، بس مع عوامل تانية لازم تكمل الصوره، والعوامل دي هقول لك عليها في الريل اللي جاي. تابعني لو عايز تعرف ازاي تبيع صح وتبني محتوى حقيقي يخلي العميل يقول لك خد البادجت اللي انت عايزه. انا حميد حافظ، وما تنساش تعمل لي فولو.